مساء الخير على متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم أنا والناس. تعالوا نمشي في الشوارع ونشوف حاجة ونفكر فيها عمرنا ما جت في دماغنا. تعالوا نشوف الترابيزات وهي بتترص والكراسي حوالين منها والناس مستنية أذان المغرب وتفطر وهي صايمة. النهاردة هنتكلم عن مائدة الرحمن. بدأت إزاي؟ جت منين؟ ليه ارتبطت بشهر رمضان؟ تعالوا نعرف كل الكلام ده بعد الفاصل. مائدة الرحمن أصلها حاجة قديمة جاية من أيام الدولة الفاطمية، يعني مش موضوع جديد. كانوا الدولة الفاطمية بتعملها للفقراء والمحتاجين موائد رحمن ضخمة علشان ياكلوا منها. اتطور الموضوع بقى مش للفقراء بس، بقى أي حد مسافر، أي عامل شغال في المكان، أو أي حد بيدن عليه أذان المغرب وهو لسه بره البيت. لكن في مصر رمضان دي طبع خاص خالص. الشباب كل سنة لازم نشوف الموضوع دوت ولازم نشوف المشهد ده. الشباب يتجمعوا، اللي يعبي التمر، اللي يعبي البلح، اللي يعبي العصير، حتى الستات يفضلوا في البيوت يجهزوا الصواني عشان يبعتوها موائد الرحمن. الجميل بقى ان كل الناس بتقعد على ترابيزة واحدة ساعة أذان المغرب، ولا حد يسأل حد انت مين ولا جاي منين ولا شغال ايه. سبحان الله على رحمة ربنا وجمال الشهر المبارك، شهر رمضان الكريم. حتى كمان وانت داخل المائدة تلاقي مكتوب يافطة مائدة رحمن ترحب بضيوف الرحمن. تخيل انت لو انت عازم اخوك او صاحبك عندك في البيت على الفطار، شوف هتعمل ايه. هتبقى نفسك تجيب له كل حاجة. تخيل ده ضيف من عند ربنا، نفسك تجيب له كل حاجة. بالنسبة للناس اللي بتعمل موائد رمضان، اللي بيكتب يافطة كبيرة فلان ده علان، خلي بالك دي نية بينك وبين ربنا ان انت تفطر صائم، وبالنولة ان هو الدعوة اللي بيدعيها لك على الصيام وهو بياكل على مائدة الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى بيكون له سبب ان هو يفتح لك ابواب رزقك. فياريت نعامل الناس بصورة جميلة، بضحك، بكرامة، ما نهينش حد، ما نحاولش ان احنا نكلم حد باسلوب وحش. خلي بالكم اكتر ناس حساسين هم الناس المحتاجين، لدرجة ان في ناس منهم محتاجين ما بيرضوش يجوا موائد الرحمن عشان خايف على كرامته. وربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في كتابه العزيز ومن يعمل مثقال ذرة خير يره. صدق الله العظيم. يعني لو انت عملت خير ضعيف جدا، حتى لو انت اديت لحد حبايه بلح واحده او كوبايه عصير واحده، ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لك الخير. كل سنه وانتم طيبين. يبقى خلصت حلقتنا، واستنونا حلقه جديده من برنامجكم انا والناس على قناه قلب الحدث مع حسام حسن. سلام.